أهلا بيكم. هل سبق والدكتور قالك إن عندك دهون على الكبد ومحتاج تخلي بالك وتنظم أكلك لكن أنت مش فاهم معنى الكلام؟ طب هل عندك سمنة خاصة في منطقة البطن والخصر وعايز تعرف آثارها على صحتك؟ لو عايز تعرف يعني إيه كبد دهني وإيه اللي بيسبب الحالة دي، تابعنا في حلقة النهاردة. كتير بنسمع عن الكبد الدهني أو دهون على الكبد ومش بنكون عارفين حقيقة الحالة دي إيه وإيه مدى خطورتها على الصحة لو استهترنا بيها وإيه اللي بيسببها. علشان كده في حلقتنا النهاردة هنفهم الحقائق دي، لأن الكبد الدهني واحدة من الحالات المنتشرة جدا في مجتمعنا. الكبد هو العضو المسؤول عن تصنيع الدهون والسكر وضخها في الدم علشان تتوزع على الجسم، لكن لما بيوصل للكبد كميات كبيرة من الدهون والسكريات بيبدأ الكبد يشتغل فوق طاقته وقدرته الطبيعية، وده علشان يقدر يتعامل مع الكميات الزيادة من الدهون دي، وده بيسبب التهاب في الكبد بينتج عنه ضعف في قدرة الكبد على العمل وترسيب للدهون في الكبد، وهو ده اللي بنسميه الكبد الدهني. طيب ايه هي الاسباب اللي ممكن توصل الكبد للحالة دي؟ زي ما شرحنا قبل كده ان السبب الرئيسي هو وصول كميات كبيرة من الدهون للكبد، وده بيتم بسبب السمنة المفرطة خاصة في منطقة البطن وتناول سعرات حرارية بكميات اعلى بكتير من احتياج الجسم الطبيعي، وخاصة عن طريق تناول السكريات والنشويات بكميات كبيرة، ده غير قلة الحركة المستمرة، وكل ده بيؤدي لمقاومة الانسولين اللي بينظم عمل الكبد وبينتج عنه ترسيب للدهون في الكبد. طب هل الكبد الدهني خطر على الصحة؟ الحقيقة ان الكبد الدهني بيمر ب4 مراحل من التدهور. المرحلة الأولى مجرد ترسبات للدهون على الكبد، ودي مرحلة بسيطة يمكن تصحيحها عن طريق اتباع نظام غذائي وحركي مناسبين للجسم. المرحلة الثانية التهاب كبدي، في الحالة دي بيبدأ الكبد يعاني من التهاب نتيجة الإجهاد إلى جانب ترسبات الدهون في الكبد، والحالة دي محتاجة لعلاج دوائي ومتابعة مع طبيب مختص. المرحلة الثالثة تليف كبدي، ودي مرحلة متأخرة من التهاب الكبد سببت تليف في نسيج الكبد، وطبعا ده بيفقد الكبد جزء كبير من قدرته على العمل. والمرحلة الرابعة هي تشمع الكبد، ودي مرحلة خطيرة بتهدد حياة الإنسان نتيجة التغييرات اللي بتحصل في نسيج الكبد بشكل دائم. لو عايزين تعرفوا إزاي تتجنبوا الكبد الدهني وإزاي تتعافوا منه، تابعونا في الحلقات القادمة. ولو محتاجين أي استشارة صحية تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق تطبيق الدكتور. أخيرا كونوا دائما معافين. أشكركم.